المليار الذهبي حقيقة لو كذب؟ اسمعوا الفيديو للنهاية، واتمنى تحطون لايك ويشاركون هذا الفيديو لكل شاب عراقي وكل بنية عراقية عندهم عائلة. حاليا حسب الأخبار المليار الذهبي فعلا هاي حقيقة، وهنا راح يتم تصفية العالم، يبدون بالدول اللي بيها عدم المراقبة كوزارة صحة كاقتصادية وما شابه ذلك، بحيث راح يعبرون باللحوم المعلبة، بالأكلات المعلبة بأنواعها، أمراض خطيرة وأشياء راح تضر بالمجتمعات العربية خصوصا، لأن دائما نحن نشوف بالمجتمعات العربية ماكو مراقبة وكل واسطات ويعبرون ما لذ وطاب. وهنا هاي الحقيقة بدت، وشوية شوية راح يتم تصنيع لحوم بها أمراض ويعبرونها على كل الناس بالوطن العربي، وبعدين يبدي انتشارها بآسيا وبأوروبا وبأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وكل شيء راح يشوفون بالعالم. فحافظ على أولادك، ابتعدوا عن الأشياء المجمدة، الأشياء يعني اللحوم المستوردة، لأن هاي بها مضرة إلك ولأولادك. الله يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله يبعد عنكم كل الأمراض.